السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. زعلانة منكم قوي عشان ما بتعملوش لايكات ولا بتشجعوني على اي حاجة خالص ان انا انزلها لكم. النهاردة بقى هنعمل فيديو مش وصفة خالص. احنا في المطبخ بس مش هنعمل وصفة. النهاردة معانا القطة بتاعتي ليلي. عايزة اقول لكم القطط حلوة جدا للناس اللي مش مربية قطط. لا انتوا ندمانين كتير. القطط حاجة حلوة قوي في البيت. بتحب اللعب بقى والهزار. وكفاية ان هي تكون معانا في البيت كده حاجة حلوة قوي. تعالي نشوف الادوات بقى اللي احنا جايبينها للقطة بتاعتنا بنستخدمها. دي طبعا الفرشة بتاعت التسريح بتاعتها. بتتجاب من عند محل القطط والعصافير والحاجات دي بتتباع. ودي طبعا البودرة بتاعت التعقيم او الاستحمام على الناشف. وفيها طبعا نسبة للبراغيث عشان انتوا عارفين القطط يعني بتلم براغيث بسرعة. وده الشامبو بتاعها. طبعا ما ينفعش ان احنا يعني نحميها باي نوع شامبو بتاعنا احنا بنستخدمه. لا طبعا ليها شامبو مخصوص. واسعارهم مش اوفر قوي يعني وبيقعدوا كتير. وطبعا ده الرمل باللافندر حبيبات. عايزه اقول لكم حلوه قوي قوي قوي. بحطه لها في الليتر بوكس بتاعها. جميل جدا. بصوا هي خايفه جدا جدا. هي مش عارفه انا بعمل فيها ايه. طبعا اول مره تحط قدام الكاميرا فهي عماله كل شويه تبص للتليفون وعايزه تجري. يعني لو لاحظتوا هتلاقيها بتبص للتليفون وتجري. طبعا دي عمرها 3 شهور نوعها شيرازي. طبعا بنوتة ليلي. عايزة اقول لكم القطط نظيفة جدا. يعني ما بتعملش بيبي الا في المكان اللي انت بتعوديها عليه. طبعا احنا في الشتاء كل سنه وانتم طيبين. ما ينفعش طبعا ان احنا نحمل قطط كمان وخصوصا ان هي سنها لسه صغير. لا طبعا احنا بالبودر دي بنعقمها يعتبر بنحميها على الناشف. والميزه بتاعت الفرشه بقى ان هي بتشيل اي وبرة شعر فيها. ان هي ما تبهدلناش العفش. وبرده بندخل البودر جوه جسمها عشان خاطر زي ما قلت لكم في نسبه للبراغيث. بصوا انا هي بتستحلى شويه ان انا اسرح لها وتطلع ايه تجري مني. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اعرفكم حاجات كتير عن القطة بتاكل ايه بتشرب ايه. ايه الحاجات اللي ينفع تاكلها وفي حاجات ما ينفعش تاكلها طبعا. القطط الشرازي مش اي حاجة بتاكلها. ليها اكل معين طبعا وفي اكل ما ينفعش ان هي تاكله خالص. آم، زي ما قلت لكم الشامبو بقى بتاعها لازم طبعا يعني لما الجو بس يحرر شوية كده نبدأ ان احنا نحميها. طبعا مهم جدا الشامبو بتاع القطط. ما ينفعش ان احنا نحميها بالشامبو بتاعنا احنا العادي. لا طبعا غلط عليها جدا. يعتبر معاملتها كمعاملة بيبي صغير. اكنك مربية بيبي صغير. يعني مش اي حاجة ان احنا بنستخدمها للبيبي بنستخدمها لينا. لا طبعا زي ما انتم شايفين بحط البودرة وبسرح عكس اتجاه الشعر. بصوا الوبر اللي بيطلع كده انا بنضف لها جسمها. ده كده اسمه استحمام على الناشف. طبعا انا ما خدتش فرصتي يعني ان انا اعرف اعمل لها قوي قدام الكاميرا. بس حاولت على قد ما اقدر. يعني بصوا هي عماله تجري مني خايفه جدا. طبعا زي ما قلت لكم لو عجبكم بقى انواع الفيديوهات دي عرفوني وهقول لكم كل حاجه عن القطط. وهقول لكم طبعا سن الجواز بتاعهم بيبقى امتى وهقول لكم كل حاجه كل حاجه. بصوا هي خايفة جدا. بصوا كمية الوبر او الشعر اللي بيطلع منها قد ايه. طبعا ميزة الرمل اللي باللافندر ده حلوة قوي. طبعا لو انتي حاطة ليتر بوكس زي مثلا حاطاه في التويلت. ما بتشميش اي ريحة للبيبي خالص بتاعها. بالعكس يعني انتي داخله التويلت كده في ريحه لافندر. ريحه حلوه قوي. ومش غالي. هقول لكم الاسعار برضو. سعر الرمل ده ب70 جنيه. وبيقعد معانا وقت طويل. يعني بين كل مثلا 3 4 ايام بنغير لها الليتر بوكس بتاعها. طبعا بنجيب كيس كده ونعبي فيه الليتر بوكس نفضيه فيها ونرميه في قلب الكمامة عفوا. والشامبو والبودر البودرة سوري ب45 جنيه. يعني الشامبو ب45 والبودر البودرة بتاعت جسمها ب45. حلوة جدا. دي أهم حاجة للناس اللي لسه جايبة قطة جديدة. لازم تجيب الحاجات دي أوليا. وهعرفكم كل حاجة وهعرفكم يعني لو عايزين مثلا نوع قطرة حلو للعين.
اي حاجه اكتبولي في التعليقات للناس بصراحه اللي غاويه قطط. عايزه اقول لكم حاجه حلوه جدا جدا جدا. بصوا هي بتبصي لي اكنها بتشتكي لي كده خايفه. بصوا اوريكم كميه الوبر اللي طالعه منها قد ايه. بصوا. طبعا بنعمل الموضوع ده كل 3 ايام على اساس ان احنا ما ينفعش نحميها ان لسه سنها صغير. فده الاستحمام على الناشف طبعا حلو قوي. وانتوا عارفين القطط الشرازي بتبقى قاعده معانا في البيت فما بتتعرضش لاي حاجه في الشارع. طبعا وليها تطعيمات بتاخدها. ايه تاني لو عايزين بقى اي استفسار قولولي. طبعا البودرة هي مستوردة. زي ما قلت لكم فيها نسبة للبراغيث. وفي طبعا نوع كده بيتحط عند الراس كده. امبول كده بيتحط بيقعد فترة طويلة ان القطط ما تلمش براغيث خالص. هبقى اجيب لكم الحاجات دي واوريها لكم اي فيديو انتوا عايزينه بس شجعوني شجعوني. بصوا بقى ده البودر الحبيبات الرمل. طبعا اهم حاجة ان الليتر بوكس بتاعها يكون فيه الرمل عشان تاخد على النظافة. وطبعا وانا بشتري الحاجات بتاعتها اشتريت جاروف كده بيطلع اي البيبي بتاعها يعني. بنعمله بالجاروف كده ما بنلمس اي حاجة خالص بايدينا. طبعا بنبقى لابسين الجوانتي وبالجاروف كده بتاعها مخصوص بتاع الليتر بوكس بتاعها يعني بننخل كده البيبي بتاعها وبنرميه على طول في قلب الكيس الكميمة. عايزة اقول لكم القطط نظيفة جدا جدا جدا. يعني بصراحة من ساعة ما جت ما بتعمليش بيبي في اي مكان خالص. بصوا عسولة خالص كيوتة. يلا بقى كله عشان خاطر ليلي بقى يحط لها لايكات وتعليقات كده عشان تطلع لكم في الكاميرا كتير وتعمل معاكم فيديوهات تانية كتير. بصوا اهو. كده بقى اكون خلصت النهارده الفيديو مع ليلي. بصوا هي عماله تلعبني. بص لي انا واقفه بلعبها وهي عماله تبص لي. بصي يعني تلعبني كده اهو. لو عجبكم نوع الفيديوهات ده شجعوني بقى شجعوني. واقول لكم كل حاجه عن القطه. وهوريكم التقليم بتاع الاظافر بتاعها وهوريكم كل ما يخص القطه. وان شاء الله لما الحر يخش علينا بقى نبدا نستحمى ونشوف بقى. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعنا النهارده واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.